ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده جايين لكم بفيديو جديد هنقضوا مع بعض اليوم كده، هناخدوه من اوله كده لاخره مع بعض. نازله السوق عشان النهارده قلنا نعمل على الغدا صينيه بطاطس. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتكلم بعد اذنك. نازله انا وخالد، طبعا خالد اجازه من الحضانه جمعه وسبت، فهو النهارده اجازه. قال لي ماما انا عايز انزل معاكي السوق وانت بتشتري الغدا، قلت له تعالى انزل معايا السوق. طبعا حاسين كده ان صوتي منبوح شويه، زوري وجاني. هحاول دلوقتي اجيب استحلاب من الصيدليه او اي حاجه عشان زوري. المهم هجيب بقى رابس وهجيب كلور، لان ما عنديش رابس وما عنديش كلور، وهنزل بقى اتجول كده في السوق. هنعمل صينيه بطاطس بالفراخ على الغدا. فعايزه بقى ايه، عندي الفراخ طلعتها تفك من الفريزر. هشتري محمد في الشغل. هشتري بس بطاطس وهشتري طماطم وهشتري فلفل. هنشتري بقى ناقصنا، عايزه فلفل اسود، وعايزه انزل بقى اشوف كده، اتجول في السوق اجيب اللي ناقصني، وهنطلع مع بعض نعمل روتين جامد جدا. وبعد كده نشوف ناقصنا ايه في البيت. واخر طبعا هنختم الفيديو ان احنا نعمل مع بعض الغدا. ان شاء الله الفيديو يكون خفيف على قلبكم ويعجبكم. ما تنسوش تحطوا اللايك الجميل بتاعكم عشان تشجعوني، ما تبخلوش عليا باللايك. لايك واعملوا شير كتير للفيديو، سبسكرايب للقناه، وكومنتاتكم اللي دايما بتفرحني هستناها. ويلا بينا مع بعض، اعملوا لايك. يلا بينا يلا ننزل على السوق. يلا. باي باي. طبعا لسه طالعين من السوق. تعالوا اوريكم بقى جبت ايه. اول حاجه خالد الزئرد ده اشترى ده، عليه قطه وعليه كلب وعليه معرفش ايه. يا ماما عايز كرسي، يا ماما نفسي في كرسي، يا ماما معرفش ايه. من قله الكراسي اللي في البيت انا نفسي افهم، من قله الكراسي هتنقطني. جاب كرسي اهو. التاني ماشي اهو، عشان كان جايب واحد من زمان واتكسر، فشبط في ده فجبته له. كان اخر واحد اصلا عند الراجل. جبت بقى طبعا زي ما قلت لكم، عايزه رابسو وعايزه كلور وعايزه صابون سايل. نزلت جبت كله اهو. عندنا بقى يعني انا ما عنديش غسيل، عندي بس غسيل ابيض والصابون السايل كان قرب يخلص عندي، فجبت. وجبت رابسو لان انا اصلا كل يوم بشغل الغساله، الحاجات بقى الثانيه اللي كانت ناقصاني الحاجات الخفيفه دي. لقيت عندي بهارات في التلاجة. كنت انا بحط، خلي بالكم البهارات في التلاجة، يعني بحط كل حاجة في التلاجة من ساعة لما لقيت عندي في الدولاب ان المكرونة كان فيها صوص. ماما قالت لي حطي كل حاجتك في التلاجة، بقيت احط كل حاجتي في التلاجة. دقيق اشيله في التلاجة، مكرونة، رز، دقيق، اي حاجة دلوقتي بقيت اخزنها في التلاجة. اجيب اللي اجيبه واحطه في التلاجة، حتى البهارات بقيت احطها في التلاجة. المهم لقيت عندي بهارات، كنت عايزه فلفل اسود وكنت عايزه كزبره، لقيت عندي فما جبتش. جبت خيار وجبت فلفل اهو لان ما كانش عندي. وجبت بقى طبعا بطاطا. بصوا بقى البطاطا دي احنا بنعشقها، مسلوقه، مستوى، باللبن كده في الفرن. نعمل صينيه بطاطا بنحبها، نيه نقشرها كده وناكلوها نيه بنحبها، مشويه بنحبها، اي حاجه فيها بطاطا بنحبها. جبت 2 كيلو اهو، 2 كيلو بطاطا. وطبعا بطاطس، جبت 2 كيلو بطاطس اهو. جبت 2 كيلو بطاطس. طبعا مش هعمل ال 2 كيلو كلهم على بعض، بس بحب اجيبها بالزياده، لان احنا بقى بصوا بالليل كده الشتاء يحب الاكل. بالليل بقى مثلا نعمله لنا كده محمر ونحط عليها كاتشب وناكلوها كده حاف. خالد يقول لي ماما انا جعان، او جايه محمره له بطاطستين واعمل له سندوتش. يعني لابد من البطاطس دي. البطاطس والبصل الحاجتين دول انا ما بقطعهمش من البيت نهائي، البطاطس والبصل لابد منهم. فهخش بقى اغير هدومي عشان نبدا مع بعض نعمل الروتين، وبعد كده نعمل مع بعض صينيه البطاطس بالفراخ. يلا بينا. طبعا بقى دخلت على الاوضه. طبعا ما فيهاش اي حاجه ان هي عايزه ان هي تتعمل، غير ان انا بس يا دوبك هساوي السرير. وكالعاده انتوا عارفين ان انا كل اسبوع لازم مره كده المع المرايات بتاعه البيت كلها، كل اسبوع على الاقل مره. المرايات بقى بتاعت اوضه النوم، المرايه اللي هي باللمض اللي عندي بره في الصاله، لازم كده تبقى ايدك في المرايات على طول. بالملمع اللي هو بتاع المرايات دوت. بعتذر عن صوتي، بس انا فعلا بقالي يومين زوري وجعني جدا، مش عارفه من ايه. كذا حد قال لي ان انتي داخله على دور برد وكده، مش عارفه والله العظيم من ايه. عماله اخد في عسل وفي ليمون. يلا الحمد لله. فبعتذر عن صوتي. لازم تبقى ايدك في المرايات على طول عشان المرايات ما تبهتش، الازاز بتاعها ما يبهتش او يبوظ او يجراله حاجه. بس كده. المهم روقت اهو، سويت السرير. طبعا بقى كان عندي كميه غسيل هتنصدموا دلوقتي لما تشوفوها، ده غير اللي على المنشر بره والله العظيم.
عايزه اقول لكم محمد ساعات بيروح يبات في الشغل، يقعد كده باليومين وبالثلاث ايام، فياخد بقى هدوم معاه، يجي بقى يرمي لي الهدوم ويطلع هدوم جديده. فاللي هو الغسيل عندي بيتكون، مع اني والله بشغل الغساله كل يوم. انتوا عارفين ان انا ما بحبش ابيت غسيل، بس الغسيل عندي فعلا بيكتر. يلا الحمد لله. المهم حطيت بقى كده البطانيه كده، فرشت البطانيه. بحب افرش البطانيه كده بالشكل دوت كده على السرير اهو. ده الغسيل اللي انا كنت لماه من على المنشر، هطبقه معاكم دلوقتي. هطبق معاكم الغسيل وبس كده. طبعا بقى زي ما انتم شايفين كمية غسيل عاملة ازاي، بس انا قلت لكم ان انا اصلا اخده على كده. اخده على اصلا شغل البيت الكتير، يعني اخده على كده. كنت عايزة اقول لكم ايه، اللهم صل على النبي. عندي فرح ان شاء الله، ان شاء الله في شهر 12، في اول 12 يا 13 12 يا 12 12، والله مش عارفة، هو تقريبا 12. فعايزة بقى كده انزل ادور على فستان اجيبه كده. الحقيقة ان انا عايزة اقول لكم ان انا بشتري فساتين ما بأجرش. يعني عندي فستانين في الدولاب بلبسهم، بحب يعني تبقى الحاجة عندي، ما بحبش افصل. يعني كذا كانت ماما على طول تقول لي طب فصلي ليه يا بنتي بتشتري ما اعرفش ايه. عايزه اقول لكم بحس ان انا التفصيل مش بيبقى زي الحاجه اللي هي اللي بتبقى جاهزه كده قدامك وتقيسيها، ما بتبقيش قاعده على اعصابك كده ان هي تخلصها. هتطلع عليا حلوه هتطلع عليا مش حلوه. في حياتي كلها مره واحده بس اللي فصلت جاكيت كده شفته على النت للشتاء، هبقى اوريهولكم. واستغفر الله العظيم الصوره اللي انا مودياها غير الشكل خالص. في كذا حد بقى قال لي ايه من صحابي، ما هو انتي موديها ممكن عند حد مش شاطر، مع ان والله العظيم اللي انا وديتها عندها دي شاطره، وليا نص اعرفهم قرايبي موديين عندها يعني بتعمل لهم حاجات وكده بتفصل لهم. بس ممكن انا بقى اللي ماليش حظ. فمن يوميها وانا اتقفلت، لو النبي لو ايه بالذي حصل ما فصل فستان ابدا. انا اشتري واقول حاجتي تبقى عندي في الدولاب، يحصل اي مناسبه اقوم جايه مجدده على طول. طبعا الفستانين دول انا كنت جايباهم عندي في الدولاب ببدل فيهم، بس بقى اللي هو خلاص بقى لبستهم اكتر من مره. فاللي هو المناسبه بقى اللي جايه عليا دي فرح بنت عمتي، يعني فرح بنت عمتي. فقلت لا اجيب بقى حاجه كده تكون مختلفه، ما يكونش حد شافني بيها قبل كده. نزلت امبارح اتفرجت، يعني نزلت امبارح قلت ايه اسمع كلام ماما واشوف يمكن لعل وعسى تعجبني حاجه واجر. عايزه اقول لكم الايجار بجد مهلوك، الحاجات اللي هي اللي بتبقى متاجره دي مهلوكه. وغير كده وكده مش جايه معايا فكره ان انا ابقى البس حاجه حد غيري لبسها وكده. انتوا عارفين ان انا ما بحبش كده، انتوا عارفين ان انا بحب الحاجه اللي تكون مميزه مختلفه، انا بس اللي لابساها. ما اعرفش، كل واحد على حسب ما اتعود. المهم قلت برضو ايه انزل كده ادور. المهم نزلت لفلفت كده ودورت، وكالعاده انا عارفه ان انا اصلا لما ببقى نازله مش مقتنعه بحاجه انا ما بعملهاش، يعني بحس ان انا ماليش نصيب. نزلت كده دورت ما اقتنعتش، يعني اللي هو خلاص بقى اللي هو فاهمين. المهم جيت قلت لماما بصي انا نزلت اتفرجت ودورت مفيش حاجه عجبتني خالص. قالت لي خلاص شوفي بقى انت عايزه ايه. فانا بيني وبينكم عايزه انزل اشتري زي ما انا ما قلت لكم، انزل اشتري فستان يكون حلو كده. وطبعا كالعادة انتوا عارفين ان انا بقى اليوم ده كده بتفاصيله انتوا هتقضوه معايا. الفيديو كامل بالدرس كده بالميك اب بتاعي، تجهيزات الفرح كلها بتاعتي اليوم دوت هنبقى مع بعض. بس ادعوا لي الاقي حاجة حلوة، لان انتوا زي ما انتم عارفين انا بحب الحاجة المميزة والحاجة اللي تشدني. فانا هنزل ان شاء الله ان شاء الله الفلف كده واشتري، حط عيني على كذا حاجة. فان شاء الله ان شاء الله كده شوفي الدنيا ايه، وبرضه ان احنا مع بعضينا. المهم طبقت الغسيل كله وحطيت كده كل حاجه في مكانها. بدات بقى ان انا ايه المع كده الكومودينو زي ما انا ما قلت لكم لازم المع كده الحاجه. كومودينو بقى المرايات لازم تبقى ايدك فيها على طول عامه. شلت ازازه الميه اللي كانت قلت ازازه ميه واحده كفايه في الاوضه، انا مش هعمل فرح. بس هو خالد ما بيسكتش، يعني خالد ابني ما بيسكتش، تلاقيه هو اللي بيجيبها على طول ويحطها قبل ما وهو نايم. المهم هبدا بقى ان انا المع المرايه دي اللي في الدولاب. كنا بقى مروقين الدولاب مع بعض ومفيهوش اي حاجه الحمد لله ان هي تتعمل. هلمع بس المرايه كده. الاوضه اصلا عشان ما بنقعدوش فيها ف تحسوا ان هي نظيفه على طول، يعني الاوضه عشان ما بقعدش فيها ولا هي ولا اوضه الاطفال دي برضو محدش عندي بيخشها الا لما بيبقى حد بايت، ماما جايه تبات، اخواتي جايين يباتوا، بس فقط لا غير. غير كده برضو تلاقوها نظيفه زي ما بتسيبوها زي ما بتلاقوها.
الحاجة الوحيدة اللي بتتهلك عندي هي أوضة المعيشة. هموت من أوضة المعيشة، هموت واجيب ركنة. لمعت بقى كده اهو المراية بقى اللي هي المراية اللي هي بتاعت اللي هي بتاعت الدولاب، ودخلت بقى على المرايات بتاعت التسريحة، وبدأت الملمع دوت تحفة 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 بجد. بيخلي الإزاز كده بصوا بيلمع. طبعا الجو عندنا بدأ ان هو يبرد وسقعة، فانا بيني وبينكم تعبانة بردانة، ففتحت الشباك الصبح هويت شوية، والسقعة حسيت ان انا خلاص متكتكة، قفلت الشباك تاني. ما استحملتش الهواء اللي جاي من الشباك. الجو خلاص بقى كل سنة وانتم طيبين بدأ ان هو يسقع، فخلاص هدخل بقى على المراية بتاعة الباب، لان كنت حاسة ان المراية بتاعة الباب برضو محتاجة ان هي المراية بتاعة الباب محتاجة ان هي تتمسح. فبدأت اهو ان انا بقى ايه ألمعها كده وامسحها بس كده. هطلع بقى على المراية اللي بره برضو بتاعت اللومات دي، كنت جايبة معطر وكنت برش في الشقة. جه خالد اخده من على الرخامة، خلاني في الحمام واخده من على الرخامة وراح تش 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 على المراية المراية اللي هي في الصالة، فبهدل لي الدنيا خالص في المراية اللي هي بتاعت الصالة. هتشوفوها دلوقتي فلازم تتمسح، فهروح دلوقتي امسحها. خالد مبهدلها خالص. اديت بقى كده دعكة حلوة كده للباب بتاع أوضة النوم كده زي ما انتم شايفين. الإزاز بقى بيلمع، ويلا بينا على بره. طلعت بقى على الصالة هولع النور واوريكم المراية بهتانة ازاي، وهو اصلا مبهدل الدنيا ازاي. بصوا مبهدلة، ده يمكن كمان الكاميرا كده مش مبينها كويس، دي هي متبهدلة كمان اكتر من كده. المهم زي ما انتم بقى ما شايفين، خدت كده الملمع وبدأت بقى ان انا ايه اديها تلميعة كده جامد عشان تنضف. المرايات انا عندي بصوا بقى يعني يعني ما بحبهاش ابدا، ما بحبش اشوفها. يعني انا قلت لكم قبل كده بتعب لما بلاقي مثلا ان المطبخ عندي مش نضيف، البوتاجاز مثلا. والنبي لو عامله ايه في المطبخ ويبقى عندي مثلا البوتاجاز متوسخ، بحس ان المطبخ كله مش نظيف. المرايات برضو عندي كذلك الامر، والله بقت عادة فيا خلاص. المراية مش نظيفة يبقى في حاجة غلط. بس بدأت بقى كده ان انا ايه ألمعها كده زي ما انتم شايفين كده. ادي يا باشا ادي يا باشا. وهو دوت المنظر اللي انا عايزاه. هاخد بقى بالمرة كده السفرة والبوفيه. الفيديو اللي فات لقيت واحدة جميلة عندي في الكومنتات قالت لي يا ام خالد هاتي كراسي السفرة لو كلها لون واحد هتبقى اشيك. والله يا جماعة اتكلمت في الموضوع دوت اكتر من مرة. عايزه اقول لك والله قمر البنوته اللي كتبت لي كده او المدام اللي كتبت لي كده انا شارياها كده. يعني انا شارياها هي كل كرسي. هو مش كل كرسي لون، هو لو انتوا هتلاحظوا كل كرسيين لون. يعني بصوا اللي على ايديكم اليمين اللي هو اللون اللي هو التريكواز الازرق الموف، كل كرسيين لون واحد. هي موضتها كده. لما انا جيت اتجوز كانت السفره دي كانت ترند جدا بطريقه مش طبيعيه. كانت كل يعني الكرسي اللي هي السفره كل كرسيين لون، او في اللي هو نازل زي بتاعتي بالظبط كلها لون واحد. فهي بتختلف. فانا لما جيت اشتريتها كانت تحفه بالنسبه انا متجوزه بقالي بالظبط داخله على 6 سنين جواز. فاضل لي كام شهر واقفل كام سنه جواز. اقفل كام يعني اقفل 6 سنين جواز، فاضل لي كام شهر اقفل 6 سنين. فعلى ايامي كانت السفره دي كانت موضه جدا، وما زالت على فكره طلعت موضه تاني. سمعت ان هي طالعه موضه الايام دي. فاللي هي السفره اللي بيبقى لونها ابيض كده هي والبوفيه والنيش والكراسي بيبقى في بقى اللي نازل اليومين دول ان هي كل كرسي لون. مش كل بقى كرسيين زي سفرتي، كل كرسي لون. فهو برضو في الاول وفي الاخر اذواق، بس انا والله شاريها كده يعني مش انا اللي عاملاها كده. بس بدأت بقى ألمع البوفيه زي ما انتم ما شايفين. هنا بقى كانت العصافير. الجو النهاردة كان شمس، فلما لقيت النهاردة ان الجو يعني شمس شوية كده طلعتهم البلكونة. بس انا عشان انا بردانة حاسة ان الجو ساقع. فاهمين حاجة ولا مش فاهمين؟ يعني انا سقعانة عشان انا ممكن اكون عندي برد فسقعانة. بس الجو انا مش شايفاه ان هو حاسة يعني ان بصوا الشمس طلعت فطلعتهم. يعني كان في شمس في البلكونة فقلت اطلعهم يتشمسوا شوية.
بس حطيت بقى كل حاجة في مكانها. مش عارفة بقى انا عشان بردانة فحاسة ان الجو برد ومقفلة على نفسي، مش عارفة. المهم جريت كده المكنسة اللي كنت حاسة ان الصالة كده عايزة تتكنس، وفعلا هتشوفوا التراب اللي طالع دلوقتي منها عامل ازاي. جريت بقى كده الصالون، اديت بقى كده كنسة كده من تحت بقى الكنب، وقلت اخد كده بقى من تحت اخد كده برضو من تحت الكنبة كده اكنس، اديها كنسة كده من تحت الكنبة كده. طبعا بقى انا بخلي اعمل معاكم الاكل اخر حاجه في اخر الفيديو، لان انا زي ما انتم عارفين بحب ان انا اكون خلصت بقى كل اللي ورايا واعمل الاكل، عشان اعمل الاكل واقعد بقى ما يبقاش لسه ورايا حاجه ان انا عايزه اروقها في البيت، حاجه ان انا عايزه اظبطها، حاجه عايزه ان انا اعملها. ما بحبش الصراحه كده، بحب ان انا بحب ان انا انجز نفسي. والمهم رجعت كده الكنبه مكانها، ورجعت برضو الترابيزه مكانها كده، رجعت كل حاجه في مكانها. وقلت بقى اكمل بقى كده كنسة على نظافه. وما تسألونيش التراب ده بيطلع منين، هقول لكم معرفش التراب ده بيطلع منين. طبعا انتوا عارفين ان انا اصلا ايدي على طول في البيت وفي الشقة وكده، بس تسألوني اقول لكم معرفش التراب دوت والله بيطلع منين. بس اكيد مش انا بس، يعني كده كلنا كده ولا ايه؟ ما تحسسنيش ان انا لوحدي. جريت بقى الكرسي كده، وبدأت بقى ان انا ان انا اخد كده من تحت الكرسي برضو كده. وهتتصدموا دلوقتي من شكل التراب اللي طالع عامل ازاي. قلت بقى بالمرة اشيل برضو كراسي السفرة كده، اشيلهم كده واكنس من تحتهم. كراسي السفرة اكيد برضو بيبقوا لامين تراب. جبت لكم الكاميرا اهو عشان تشوفوا. هجيب بقى هبدأ ان انا اشيل الكراسي كده عشان اديها بقى كنسة كده من تحت، اديها اكنس كده، اخد كده من تحت الكراسي واكنس من تحت كده البتاع. وبصوا والله العظيم تراب طالع تراب، ما تسألونيش التراب ده بتاع ايه. هنا بقى خالد مش ساكت، معرفش كان بيعمل ايه، قلت له خش اقعد في الأوضة. جمعة وسبت بقى اجازة، بيقعد بقى يوم الجمعة والسبت دول بصوا بيقعد بقى، ما اقولكوش على اللي بيعمله، بيوجع لي دماغي في اليومين اللي بيقعد فيهم اجازة. بيصدعني بيقعد بقى، فاهمين. المهم اديتها كنسة كده بقى، وروقت كده وظبطت الدنيا. المطبخ بقى عايزة اخد بقى الحاجة كده احطها في التلاجة كده، الحاجات اللي انا شارياها احطها بقى كده في التلاجة واروقه كده معاكم كده. رجعت بقى كده كراسي السفرة كده مكانها. وبمناسبة صح السفرة، لان برضو حد كذا حد برضو، انتي حاطة السفرة بالطريقة دي ليه؟ هي والله يا جماعة انا هي رصتها كانت كده، يعني انا اصلا من اول ما اشتريتها برضو من المعرض كانت الرصة بتاعتها كانت كده، فاهمين. لانك هي السفرة ما شاء الله مساحتها زي ما انتم شايفين كبيرة، فانا لو حطيت الكراسي بالطريقة العادية حاسه ان هي تبقى عاديه، مش هتبقى برضو يعني مش هيبقى شكلها حلو. لان انا جربت احطها قبل كده، وهبقى ابقى اوريها لكم في الفيديو الجاي. عاديه شكلها مش اللي هو حلو برضو، فاهمين. فكده انا حاساها كده حلوه، او يعني شكلها حلو لذيذه مش وحشه. كنت عايزه اقول لكم بصوا بقى التراب اللي طالع، شايفين التراب اللي طالع، كميه التراب اللي طالعه عامله ازاي. رجعت بقى كراسي المطبخ كده مكانها، وجبت المكنسه والجاروف، وهبتدي بقى ان انا الملم كده التراب. بصوا كأني ايدي ما بتتمدش في البيت خالص، منظر التراب اللي طالع ده، كأني ايدي ما بتتمدش في الصالة خالص، ولا باجي جنبها. بس كده هبتدي بقى ان انا اخدكم بقى معايا على المطبخ. فاضل لنا بس حاجات بسيطة جدا 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 تتعمل في المطبخ، وبعد كده نعمله مع بعض الغدا بتاعنا. دخلت هنا قلت امسح ادي كده للميكروويف مسحه كده، لان كان عليه بقى العلاج بتاع خالد، الادويه بتاعت خالد، لان خالد قلت لكم كان عنده برضو كحه، مش عارفه التعب ماسكنا مش بيسيبنا، مش عارفه ليه، الحمد لله. فبحط العلاج على الميكروويف، فالميكروويف تحسه كده ان هو ملزق. فبدات كده ان انا اديله مسحه كده عشان التلزيق اللي من عليه كده يتشال. اديته مسحه. وبس كده هبدا ان انا ارجع كل حاجه مكانها.
ارص بقى العلاج. بصوا انا راكنه العلاج جنب علبه التوابل. عايزه بقى بيني وبينكم انزل اشتري شويه حاجات للمطبخ. عايزه اجيب علبه بهارات، وعايزه طقم حلل، لان طقم الحلل بتاعي رايح في داهيه خالص. عايزه انزل. محمد جوزي بيقول لي لو عايزه تنزلي انزلي في البلاك فرايداي بتاعت كارفور. لا مش البلاك فرايداي، اسمها ايه، العروض اللي بيبقى عاملها كده كل اخر سنه بيتهيألي، صح؟ مش عارفه، بيبقى عامل عروض حلوه قوي. محمد جوزي قال لي لو جدعه انزلي استلقطي لك كده كام حاجه، بتبقى الحاجه هناك بتبقى بنص التمن، بيبقى معمول عليها خصم حلو قوي. انزلي. فلسه هشوف. بس انا زي ما انا ما قلت لكم، انا اليومين دول كل همي الفرح خلاص قرب، فعايزه انجز نفسي في موضوع الفستان بقى. مش عايزه ان انا ابقى لخمه نفسي في حاجه خالص. بس كده ابتديت بقى ان انا ابتديت ان انا اديها مسحه كده. مسكت بقى الخرقه كده وقلت ادي بقى اسمها ايه، الليفه بتاعه المطبخ. قلت ادي بقى للرخامه بتاعتي كده مسحه. وانا لقيت ان المنظر كده مش باين عندكم، فقلت بقى اخدكم كده تشوفوا كده. بصوا اديتها بقى كده مسحه مسحه مسحه، لان هي كانت ملزقه، حرفيا كانت ملزقه جامد. فخدتها كده وقلت بقى ابدا بقى ان انا انشف بقى كده على نظافه، امسح وانشف عشان تبقى الرخامه كده معايا تبقى بتلمع كده ونضيفه. بس كده بدات ارص كل حاجه في مكانها زي ما كانت. وبس كده عندي شويه مواعين صغننين، يعني بصوا صغننين قوي قد النمله كده زي ما بيقولوا. هنعملهم مع بعض، وبعد كده نعمل مع بعض الغدا وكده. ندخل على الغدا على طول نعمله. حطيت بقى الخيار وحطيت الفلفل في كيسة. وهنا كنت مبوشة البطاطا. لازم البطاطا كده ابوشها قبل ما ادخلها في الفرن كده واديها شطفة، ابوشها من الطينة بتاعتها. فكنت حطاها في البولة، وحط عليها مية وبسيبها بقى. ممكن اسيبها بالساعة بالساعتين الطينة بتاعتها تبوش، عشان ما تعبش فيها وانا بغسلها كده تحت الحنفية، انجز نفسي. بس كده اهو. وابتديت بقى ان انا اشيل كده كل حاجة في مكانها. زي ما قلت لكم انا عندي بس مواعين العشاء، شوية مواعين صغننين قوي مش هياخدوا في ايدي حاجة. هنا بقى الفراخ كنت شطفاها بليمون ودقيق وخل وملح، وكنت سايباها تصفي ميتها. واول ما صفت ميتها حطيتها بقى في البولة بتاعتها كده على جنب عشان اتبلها معاكم دلوقتي، عشان نعمل مع بعض صينية البطاطس. هعملها معاكم بقى بطريقة عادية جدا، لان انا عايزة اقول لكم تعبانة زي ما انتم شايفين، فمش قادرة ان انا اقف اخترع. الطريقة اللي انا عملتها معاكم قبل كده اللي هي بالطريقة اللبنانية اللي صاحبتي قالت لي عليها، والله يا جماعة تحفة. كانت تحفة وناس كتير جربتها وقالت لي يا ام خالد عجبتنا جدا وتسلم ايدك وحلوة وعجبت الاولاد بس عايزة اقول لكم انا مش قادرة بقى اقف اخترع والله. المهم بدأت بقى ان بصوا الحلل بتاعتي رايحة في داهية. عايزة انزل اجيب لي طقم حلل كده على صينيتين كده تيفال، ادلع نفسي كده مع طقم بهارات. عايزة انزل ادلع المطبخ شوية، بس افوق الاول من موضوع الفرح ده، لان ده بقى فرح بنت عمتي. اوعى وشك بقى. عايزين نخربوا الدنيا كده اليومين الجايين بقى ان شاء الله. بس كده بدأت بقى ان انا هنا كنت مقشرة كده بطاطايا خالد. انا وخالد الصراحه بنحب ناكل البطاطا، ساعات بنحب ناكلها نيه. يعني لما بجيبها ما بحطهاش كلها في الفرن اشويها، لا ساعات باخد كده اتنين كده افصلهم كده عن اللي هشويها، اقوم جايه مقشراهم كده وناكلوها نيه كده، بيبقى طعمها لذيذ. بس كده المهم نضفت الحوض وبدات بقى ان انا اغسل كده. غسلت المواعين، وطبعا يعتبر ما كانوش مواعين ياما. وبس كده قلت اصبن بقى اللي كنت حاطه فيها الفراخ دي، البوله اللي كنت حاطه فيها الفراخ، واصبن الحوض واعمل بقى الغدا بتاعي على نظافه، مطبخي كده نظيف وزي الفل. قلت بس اديله بقى كده تصبينه. احب اصبن الحوض قوي، عاده فيا برضو تصبين الحوض. كان في بس كده كام معلقه شاي على كام معلقه كده. وبس كده بدأت بقى ان انا احط كده كل حاجه في مكانها. وبكده اكون خلصت معاكم تنظيفات المطبخ. طبعا المطبخ ما كانش الحمد لله فيه حاجات كتير قوي ان هي عايزة تتعمل.
لازم اغسل الخرقة كده مرة واتنين وتلاتة واربعة، خصوصا لما ببقى ماسحة كده حاجة او عاملة حاجة. بس واخيرا ختمت بقى بتصبين الحوض. والله بقى الصابون السايب دوت جايباه حلو جدا. الصابون السايل ده بالليمون، ريحته حلوة، بتحسي كده ان الحوض بيتنفس كده. يلا بينا بقى نعمل الغدا. طبعا روقنا مع بعض وخلصنا مع بعض البيت ونزلنا السوق وجبنا حاجات. نبدا بقى ان احنا نعمل مع بعض صينيه البطاطس. طبعا انا النهارده هعمل صينيه البطاطس بتاعتنا بالطريقه العاديه جدا، مش هخترع، لان انا اصلا ما بحبش احط للاكل بهارات كتير. كنت عاملاها قبل كده بالطريقه اللي هي اللبنانيه وكانت والله العظيم تحفه، واكيد في ناس جربتها ودخلت قالت لي رايها على الانستجرام، قالت طعمها كان جميل جدا وكان تحفه. بس النهارده هنعملوها بالطريقه العاديه بتاعتنا جدا، ومش هنستخدم بهارات كتير، ملح وفلفل اسود بس كده. والمكونات عاديه جدا. مجهزه جنب مني كل حاجه. طبعا انا الفراخ كنت شطفها كويس قوي بدقيق وخل وليمون وملح. بصوا قشطه اهي، قشطه ما فيهاش نقطه دم واحده. سبتها طبعا تصفي ميتها وحطيتها في البوله دي. جهزت بقى المكونات بتاعتي بتاعت البطاطس: طماطم، بصل، توم، فلفل. التوم طبعا بيبقى طرنشات مش مهروس. ودي بقى بصله كده مبشوره، بصله كبيره مبشوره مفرومه كده خالص ناعم عشان اتبل بيها الفراخ. ومعايا ملح وفلفل اسود. وطبعا لابد بقى من ايه، معلقتين كده من الصلصه الجاهزه كده، عشان ايه، يخلوا لي كده صينيه البطاطس بتاعتي تبقى حمرا كده وملعلعه. فهنعملوها النهارده بالطريقه العاديه خالص. فيلا بينا نبدا، يلا بينا. مجهزه هنا جنب مني كل حاجه. اول حاجه هعملها هتبل الفراخ اهو بالبصل. هتبلها كده بالبصل والملح والفلفل الاسود. معلقه فلفل اسود كده صغيره مع معلقه ملح. ونبتدي بقى ان احنا ايه، مع معلقه من برده معلقه صغيره من الصلصه الجاهزه. ونبتدي بقى ان احنا نتبلوهم كده مع بعض. عايزه احط دي هنا كده اهو. طبعا الصلصه الجاهزه لابد منها، يعني الصلصه الجاهزه كده انا بالنسبه لي ما بقطعهاش من البيت. في ناس ما بتحبهاش، بس انا بالنسبه لي لازم كده معلقه كده. هتشوفوا النتيجه في الاخر بتبقى عامله ازاي. بتخلي كده للاكل، انا بالنسبه لي بتخلي الاكل كده لونه احمر كده وحلو وبتطعم الاكل برده. هحط معلقه ملح تاني لان انا حاسه ان الملح كده هيبقى شويه في الفراخ. فهنزل بمعلقه تانيه واقلب كده كويس. وابدا بقى ان انا ايه، البصله احشي بيها الفرخه كده من جوه من تحت الجلد كده. بس الاول اتبلها كده. ابدا بقى ان انا تحت الجلد بتاع الفرخه كده احط فيها الفراخ اهو كده، واضغط كده عشان يتوزع. اضغط عليه كده عشان يتوزع كده في الفرخه. ماما على طول تقول لي لازم البصله تبقى تحت جلد الفرخه كده عشان تطعم لك الفراخ، زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا البصل. وببدا بقى ان انا اضغط بالشكل دوت عشان تبقى البصله متوزعه كويس قوي. افتح كده واحشي اهو. وابدا ان انا اوزع كده بالشكل دوت. بس كده. نيجي بقى هنا لصينيه البطاطس. هحط البطاطس واحط المكونات بتاعتها: طماطم وبصل و3 فصوص توم متخرطين طرنشات وفلفل اهو بالطريقه العاديه خالص. وبرده معلقه من الملح، معلقتين من الملح مع معلقه صغيره من الفلفل الاسود اهو. وطبعا هبدا بقى ان انا ايه، الصلصه هدوبها في الميه عشان تبقى متوزعه كويس. هبدا اقلب بايدي كده كويس عشان تتبل كده، تبقى كلها كده متبله كويس اهو زي ما انتم شايفين. بيني وبينكم بقى انا النهارده مفيش حيل ان انا اقعد اخترع. زوري وجاني، مفيش حيل بقى ان انا اقعد اخترع. بقى المره اللي فاتت عملتها معاكم بالطريقه اللبنانيه، قعدنا حطينا حاجات كتير قوي تبلنا بيها الفراخ، لان اللبنانيين اصلا بيحبوا البهارات الياما في الاكل. فبيني وبينكم انا المره دي مش قادره اعمل اي حاجه، فقلت اعملها بالطريقه العاديه بتاعتنا وخلاص. وهنزل بقى بالفراخ كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. باقي بقى البصل اقوم جايه موزعاه كده اهو على صينيه البطاطس بتاعتي. التتبيله كده كده واحده ماشي. هجيب ايه بقى، هجيب بتاع كوبايتين ميه. كوبايه ميه بالشكل ده.
هنزل عليها بمعلقه من الصلصه الجاهزه وابدا ان انا اقلب ادوبها كويس عشان بس تتوزع كويس. وانزل بيها على الفراخ صينيه البطاطس بتاعتي. بسم الله. طبعا هنجيب كوبايه تانية لان كوبايه واحده قليله. كوبايه ميه تانية كده، وبرده معلقه من الصلصه الجاهزه. هتشوفوا النتيجه في الاخر عامله ازاي، هتشوفوا النتيجه في الاخر تحفه تحفه تحفه. لازم ندوبهم كويس كده. نبتدي برده ان احنا نوزعها كده بالشكل ده ونقفلها كويس قوي بالورق بتاعنا اهو. نقفلها عشان تدخل بقى الفرن على درجة حرارة 180. تقعد بالظبط ساعة الا ربع على درجة حرارة 180. بس كده، مفيش اسهل ولا اجمد من كده. عايزه اقول لكم اشغل بقى الفرن، مفيش حيله اخترع، مش قادره. زوري وجعني، مش قادره بجد النهارده ان انا اخترع اي حاجه. اشغل بس الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشغل النار من تحت على درجه حراره 180. بتقعد بالظبط في الفرن ساعه الا ربع. وعلى حسب برضو درجة الحرارة، يعني على حسب برضو درجة الحرارة بتاعت فرنك بتقعد قد ايه، على حسب درجة الحرارة. اشتغل خلاص اهو. هدخلها بقى في الفرن وبس كده. استنوا بقى الشكل النهائي بتاع البطاطس. بس هلملم بقى روق كده مكان ما عملت ما كعبلت الدنيا. طبعا بقى جرفنا الرز وطلعنا العيش، وهنا بقى بصل وفلفل. بصوا بقى الشكل النهائي. بصوا 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 ايه الحلاوه، بصوا الشقاوه. بصوا والله العظيم تحفه 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 تحفه. بصوا الجمال. تعالوا بقى يلا اتغدوا معايا. هستنى لايكاتكم وكومنتاتكم اللي دايما بتفرحني، وشير كتير وسبسكرايب لو الفيديو عجبكم. بحبكم قوي. استنوني في فيديو جديد.